اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمنين عليكم، وحشيني خالص من فيديو امبارح. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. تعالوا بقى نبدا روتيننا. يلا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا ونوروني وشرفوني، ولو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك. عايزه اقول لكم ان انتوا وجودكم شرف ليا وعلى راسي. تعالوا بقى نسمي الله كده ونبدا ونصحصح كده ونقوم نشوف اللي ورانا. اعملي بقى كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه كده وقومي افطري فطار خفيف. برضو لازم نفطر كده قبل ما نبدأ اي حاجة عشان نصحصح كده. وتعالوا بقى معايا ايه هنحضر النهاردة. غدانا النهاردة هنعمل بط، وهعمل كمان صينية مكرونة بالبشاميل بالكبد والجوانص وكده. مش هعمل رز بقى، نغير الروتين شوية. نعمل وكمان البط دايما بنحب نعمل معاه المحشي، بس انا هعمل لكم النهارده بقى ايه مكرونة بالبشاميل معاه يعني. بص، الولاد كانوا طالبينها اصلا. وعندي شوية عنب كده وشوية تين هنعملهم مربى معاكم في نفس الفيديو واحنا واقفين في المطبخ كده مع بعض. عايزاكم بس تقوموا كده تتشجعوا كده، ولو عندك شويه مواعين تغسليهم وانت مشغله التليفون جنب منك. مش عايزاكي بقى تفضلي ماسكه التليفون وقاعده مكسله والجو حر وده كله، والله كله عنده حر. انا صراحه انا بصي مش هكدب عليكم، انا بهبط اصلا من الحر. بس هنعمل ايه بقى؟ بص، اشتغلي شويه كده وريحي شويه. مثلا اعملي كوبايه عصير ليمون، برضو الليمون ده حلو خالص كده. عندي بقى النعناع دج بره، بنيجي جايبه عود نعناع كده لما بقى ما اكون مهبطه خالص. اعمل بقى في الخلاط وكده. بصوا، بنيجي مثلا مجشره ليمونتين تلاتة كده، ونيجي ضربهم في الخلاط وحط عليهم بقى مكعبات تلج وكده. بصوا، طول ما انا واقفه في المطبخ مثلا اشرب نشرب ميه. بصوا، الميه حلوه خالص كمان للجسم. تشربي ميه، تشربي بقى عصير. عندي عصير مانجا وكده، بس بصراحه ما برضاش نكتر مانجا يعني. بس عصير الليمون بحس ان هو بيديكي طاقه كده، حلو خالص كمان بالذات في الحر كمان. عليه بقى عود نعناع كده، وتيجي ضرباه في الخلاط ومصفياه وحطاه ايه على رف التلاجة. تشربي لك مثلا كل بقى ما تلاقي نفسك هبطت كده تصبي لك نص كوبايه كده او كوبايه، وتيجي شرباها هتحسي بقى ان ايه عن اتصحصحتي كده. تمام. هنا بقى حطيت في الحله طماطمايه وبصلتين كده ونزلت بالبطه. بص، انا البطه دي كنت منضفاها امبارح المغرب يعني اخر النهار وكده. كنت منضفاها. وبعدين قبلها يعني بيوم وكده. وحطيتها بقى على رف التلاجة زي ما شفتوا كده. لفتها حطيتها في الكيس في الكيس يعني، غطيتها بالكيس لان اي حاجه بنكون منضفاها من قبلها بيوم لازم ان انا نغطيها في الكيس بالكيس يعني وانا حطاها في التلاجة وكده. ودي بقى كان كبد وجوانص بتاعت الفراخ كنت مطلعاها من الفريزر تفك. اللهم صل على النبي. وكنت مطلعه كيسين حليب هنعمل بيهم البشاميل. انتوا عارفين امبارح كنت عامله جرس طريه وكده. انا بعمل دايما معاكم يعني، بس ما صورتش بقى معاكم الجرس وانا بعجنها. عملت كل يعني ما بحب الصراحه اكتر الجرس دي بالذات، احطها يعني اعمل كميه كبيره واحطها في الفريزر. كل ما يخلصوا بعمل حبه يعني زي كيسين ثلاثه كده زي انا ما بعبيهم معاكم، ولما يخلصوا بعمل غيرهم. كنت بقى قمت امبارح كانت الساعه 5. قمت بقى على ما صليت وشربت كوبايه شاي كده وكلت. عملت لي سندوتش صغير كده. وجاتني بقى ايه داخله على المطبخ. كان في شويه مواعين كده غسلتهم، روقت الحوض الاول خالص. وجاتني عدنه بقى، كنت جايبه الدقيق من بره من بالليل. وكنت طلعت اللبن على ما غسلت شويه المواعين اللي كانوا في الحوض يعني. كانت مواعين خفيفه كده، الولاد كانوا واكلين اخر الليل بيها يعني. يعني انت عارفه لما بتروجي المطبخ وكده وتغسلي المواعين، الولاد لازم بيبقى فيه شويه مواعين كده تلاقيهم الصبح. جيتني غسلاهم بقى على ما اللبن كان فك، وكنت حطيته في الحله كده يفك على البوتاجاز فك. وبعد كده بقى ايه وفككت السمنه كمان وعجنت شويه الجرص. كانت الساعه مش عارفه كانت الساعه 7:30 ولا ايه، بس انا ما عجنتش على طول يعني. بصي، ما خدش نص ساعه او ساعه، ما خدش خمره اصلا. خمرت الجرس وطلعت خبزتها على بقى ما كان عجنت وخمرت وكده. جتني ماسكه الصاله، لقيت الصاله فيها نمل وكده. جتني شايله الحصر كلها منفضاها، وجتني مسحه الصاله كلها بالشرشوبه كده. وجتني فرشه الحصر تاني ومشغله المراوح. وجتني مسحه الايه الحصر كمان بالشرشوبه يعني. بقيت نشف الشرشوبه خالص كده ومسحت الحصر. بص بقى كأن انا نضفت الشقه من اول وجديد، والله راحت زي الفل. وشغلت بقى الشاشة على القرآن وكده وايه وطلعت. كانت الساعة 9 9:30، كنت مخلصة خبيز وتبطيط وكل حاجة. حضرت بقى، دخلت حضرت فطار وكده وفطرنا وخلاص. واخر النهار بقى ايه عملت اكل يعني وكده، ما عملتش الصبح. وقعدت كمان وريحت لاني انا كنت صاحيه بدري وكنت مخلصه كل حاجه. انا طلعت نهبز اصلا. كانت كل حاجه نظيفه وكل حاجه زي الفل.
باحب دايمًا يعني لمّا نكون عندي خبيز وكده نعجن لمّا نيجي نخبز وكده لازم نطلع وأنا طالعة من الشقة نكون كانسة بالمكنسة ومروّجة السراير والمطبخ نضيف وكل حاجة، لإن أنتم عارفين لمّا بتخبزي وكده بتدخلي بتبقي بطلانة ما أنتيش قادرة تعملي أي حاجة. تمام، هنا بقى إيه، تعالوا هاوريكم. بُصّوا أنا كنت اللي هو العنب، أنا كنت بقى لي يومين صراحة كنت عايزة تين، يعني كان عندي حبّتين 3 تين كده وقُلت مش هيعملوا حاجة والمربى مش هيبقى طعمها حلو. قطّعتهم وكده وحطيت العنب وحطيته زي يومين كده أو يوم ونُص في التلاجة. بُصّوا حسّيت إن هو اسوَدّ شوية، ليه؟ لإن بالذات المربى دي أول ما تحطّي عليها السُكّر وكده تسيبيها مثلًا ساعتين 3 كده ت تم يعني السُكّر يسيح عليها كده وتشرب من السُكّر وبعد كده تطيّبيها على طول. أنا حطيتها بقى يومين على ما جِبت التين، اشتريت تين يعني التين اللي أنتم شفتوه ده، أنا كبّيته في الكيس. اشتريته كده وقُلت إيه هنكتّر تين لإن التين بيدّيها طعم. بُصّوا عايزة أقول لكم مربى التين على العنب تحفة، تحفة كده، والله طعمها عسل، بس مش عارفة هي اسودِّت منّي لمّا حطيت عليها سُكّر العنب وحطيته في التلاجة. عايزة تعمليها على طول تحطّي عليها السُكّر وتطيّبيها، بيبقى لونها. أنا عاملاها السنة اللي فاتت والله العظيم كانت تحفة كده. السنة دي بقى حسّيتها إن هي غامقة شوية، هي طعمها حلو خالص بس غامقة شوية. بتعمليها بقى، بتمسكي مثلًا هتعملي 2 كيلو عنب كده على كيلو تين أو كيلو ونُص تين، تمسكيهم بقى كلّهم كده وتحطّي عليهم مثلًا كوبايتين سُكّر وتقلّبيهم كويس كده وتيجي إيه، حاطّاهم على النار. وعايزة أسألكم كمان، يعني مش عارفة المربى هي بتتغطّى والّا أنا السنة اللي فاتت كنت مغطّياها بس ما غمقِتش برضه كده، بس أنا حاسة لمّا إيه، سِبت العنب في السُكّر يومين يعني على رف التلاجة هو اللي خلّى العنب لونه غيّر كده، كان مأصفر كده بس لونه إيه، قلب على لون بني كافيه كده. بس عايزة أقول لكم مربى دلوقتي في عنب وتين ياما ورخيص كمان. مربى العنب والتين والله لو جربتوها بصوا هتعشقوها كده، طعمها عسل. وكمان ايه بقى ايه، انا بحب ان انا نطيبها بس يكون التين فيه قطع كده، قطع تين يعني. والعنب برضو ما بحبش ان انا اهريه جامد، يعني يكون ايه، طيب بس يكون قطع. برضو التين والعنب ما يكونوش مهريين زي المربى اللي بنشتريها من بره. انا عامه اصلا لما بنشتري مربى من بره بنشتري مربى التين اللي هي ايه النضيفه اللي فيها قطع تين دي. بس بقى ايه، ولحت على المربى كده وجنب مني كده وانا بعمل الاكل. وتعالوا بقى هنعمل ايه. وكده ولحت برضو على البطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنا بقى ايه، هنمسك قطعت بصلايه كبيره كده عشان نعمل الكبده. وكان عندي فلفل الوان هنمسكه نقطعه كده زي ما انتم شايفين. وهنعمل بقى الكبده. عايزه اقول لكم تعملي صينيه المكرونه بالبشاميل دي هتحبيها كمان تحفه. عندك شويه كبد وجانص، كبد وجانص فراخ تعملي بها المكرونه البشاميل، والله ما بعملها غير بيه. كل ما يبقى عندي دبحة فراخ وكده بنيجي قسمة كبدة على مرتين يعني. واعمل بها ايه، ممكن اعمل سندوتشات مرة بالكبد ومرة ممكن اعمل صينية بشاميل، مكرونة بشاميل. عندي فراخ عندي لحمة اعمل، ما عنديش عندي الكبد والجونس بنعمل بهم صينية المكرونة، بتبقى تحفة. انا عمري ما كنت بحب اللي هي الكبد والجونس بتاعت الفراخ، بس باكلها في المكرونة تصدقوا والله طعمها بيبقى حلو. بس تعملي بقى طريقة الكبدة زي انا ما هعملها معاكي كده، ويبقى فيها صوص كده، صوص خفيف كده يعني ايه، المكرونه تشرب منه ويبقى طعمها حلو. تمام، هنا بقى ايه، مسكنا الكبد والجونس قطعت الجونس لوحدها. بصوا بنعملها قبل الكبد، يعني بنشوحها شويه كده مع بعضها. لان الجوانص يعني ايه بتاخد اطياب برضو عن الكبده. تمام، ونجي بقى ايه نازله بالكبده عليها ومقلبهم كويس مع بعض كده. وبعد كده بقى بنحط البهارات، وعندك البصله بقى تحطيها، فلفل الالوان اللي هو الاحمر والاخضر والاصفر بنحطهم كده. وعايزه تحطي طماطميه حطي، عايزه تحطي معلقه صلصه حطي، بس الطماطميه بتديها طعم. بس انا تهالي هنا كده ما حطيتش طماطم في المره دي، ما حطيتش طماطم. حطيت بقى اللي هو بهارات. حطيت كمون وفلفل اسود وملح وكزبرة ناشفة وبابريكا وبهارات من بهارات الفراخ. حطيت بقى كده، وعايزه تحطي فص توم حطي انتي وراحتك، بس انا ما حطيتش توم يعني. هنمسك بقى الكلام ده كله نقلبه في بعضه كده. وبعد كده ايه، هنغطيها بقى تاخد تغلي غلوتين كده الكبد والجوانص، وبعد كده هنعريها. هتعريها اصلا هي تجلبتين 3 الكبد ما بتاخدش وقت اصلا يعني. تمام، بس خلاص كده هنغطيها.
وانا كنت برضو سلقت المكرونه وانا واقفه كده، يعني وانا بحضر بنقطع الكبد والجوانص جيت نسلق المكرونه، قلت نفك منها وكده. بعد الكبد بقى والجوانص ما تطيب هنيجي بقى ايه عامله البشاميل وخلاص بقى. هنا كان خلاص البطه يعني مجربه الطيب كمان، بس انا كنت بصوا زي ما انتم شايفين كده كنت موطيه النار عليها خالص، يعني نقلتها على العين الصغيره وبنوطي النار بقى، النار ايه توطي النار تغلي على راحتها كده. بتشربي بقى تلاقي الشوربه طعمها حلو والبطايه طيبه حلو كمان وكده يعني. مش تفضلي بقى النار تغلي على الفاضي والمليان وتزودي ميه تاني وفي الاخر مش هتلاقي الشوربه طعمها حلو. تمام. بس خلاص بقى ايه نزلت بشويه زيت كده وحته سمنه زبده، معلقتين سمنه زبده كده، وهننزل بقى بالدقيق. يعني عندي بس عندي زي 7 معالق دقيق كده. هنحطهم. بحب دايما اعمل المكرونه بس يكون البشاميل بتاعها ياما يعني. تمام. ايه رايكم بقى في الفيديو بتاع النهارده؟ بتمنى لو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسوش تحطوا اللايك، ما تنسوش تشتركوا وتنوروني وتشرفوني. شكرا لحبايبي اللي دخلوا لي جديد في القناه، شكرا لحبايبي اللي منوريني دايما، شكرا يا حبايب قلبي على كومنتاتكم العسل اللي بتكتبوها لي. ربنا يا رب يسعدكم ويشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض يا رب، ويدي كل محتاج وفك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يشفيك يا يوسف. يوسف ابن اختي اللي هنا في القناه وكده كان عامل عمليه اللوز، وهي قالت لي ادعي له ان ربنا يشفيه لانه بجد هو تعبان. ربنا يشفيه لك يا حبيبتي ويبارك لك فيه وما تشوفي وحش ابدا يا رب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بتمنى كل اللي يشوف الفيديو يدعي له، يدعي ليوسف ان ربنا يشفيه ويكمل شفاه على خير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويبارك لنا في أولادنا كلنا ويكفيهم شر الطريق يا رب وشر المرض يا رب، هم واخواتهم المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى تعالوا ايه هنوريكم الحاجات دي. انا كنت شارياها يعني بس انا كنت شارياها وركناها، ما صورتهاش اصلا معاكم وما شلتهاش، انا كنت حاطاها في اوضه الولاد. قلت بقى ايه طب انا كده كده كنت هعمل مكرونه، يعني هنطلع اللي هو الجارب الكبير هعمل بيه المكرونه. بصراحه التلاتة دول كده عندي اللي هما البايركس، بس يعني البايركس عندي صغيرين مش كبار. دول بقى كل ما نيجي نعمل مثلا اي حاجة نروح نجيب بتاع عمتي او بتاع سلفتي. قلت لا انا لازم اشتريه علشان ايه الحاجة برضو لما بتكون بتاعتك او مثلا تحت ايدك وكده ما تستغنيش عنها. بص ما فيش حاجة اصلا ان انت ما بتنفعش ان انت تشتريها، بص كل حاجة بتنفعك بيجي لها يوم وتبقى عايزة بتنفعك يعني. قلت بقى هنجيبهم من عند البايركس اصلا، بس ما يعني لما اعمل صينيه مكرونه كبيره عندي الطاجن الكبير ما يا دوبك مش كبير يعني. لكن دي كده بص اعمل مثلا صينيه كيكه، اعمل صينيه كيكه بالشوكولاته، صينيه بسبوسه، اي حاجه دولت هينفعوني. في الصغيره صينيه كنافه كده. انا كان عندي اصلا 3 زيهم كده، بس صراحة من ايام ما اتجوزت وكده بس دابوا يعني مش عارفة الوسطاني ضاع، والاتنين اللي هما الكبار الكبير الصغير موجود عندي، لكن الكبير بص منظره بقى من كتر الاستعمال وكده ما بقاش حلو خالص يعني، وسود كده وما بقاش حلو. ما بقتش بقى بحب اعمل فيه حاجه، ممكن اقلي فيه شويه سوداني، اعمل اي حاجه زي كده يعني، لكن انا اطبخ فيه وكده مش حابه صراحه. اشتريته بقى بسم الله ما شاء الله، هو كبير وحلو يعني ال3 حلوين. كنت عايزه نجيبهم اللي هم السيراميك دول والتيفال وكده، بس كانوا بمبلغ وقدره يعني. والله لا كنت هنعبط ونجيب اللي هو اللي ايه السيراميك ده او الجرانيت. ايوه الجرانيت شكله يعبط، شكله حلو خالص وتجيل كده وبصي حاجه فخمه صراحه يعني. بس قلت دول بقى ايه على قد الحال دلوقتي يعني، لما ربنا يفرجها نبقى نجيب بقى ايه اللي انا بقول لكم عليهم دول. تمام. جبت بقى ال3 دول كده، دول كانوا تهالي ب600 او 620 650 مش فاكره والله في الحدود دي يعني. وجبت اللي هو المفرش السيليكون بتاع العجين ده، لان دايما بتقولوا لي ما تعمليش على الرخامه وكده، بس والله الرخامه بتبقى نظيفه، بس انا جبت برضو قلت لو عملت شويه جرس او عملت اي حاجه عجين رقاق او اي حاجه من دي اعمل عليه يعني. وجبت اللي هو المضرب اليدوي، لان عندي المضرب اليدوي بتاعي انا باظ يعني ساعات بيتخلع الحديد بيتخلع منه كده. جبت واحد، وكنت جايبه اللي هما الكوبايتين اللي شفتوا الكوبايه اللي انا وريتها لكم دي وكمان واحده اصغر منها اللي انا فتحت، بس دي انا فتحتها يعني.
دي بقى ايه، فتحتها رخرة، قلت عشان الكوبايات اللي هي البلاستيك ما بتستحملش البرد، بكسرها بسرعة. جبت الكوبايتين دول، وصراحة لما تشربي فيهم كده بتلاقي، بصي المية بتبقى صاقعة، بتلاقي الكوباية مشبرة من بره كده، شكلها يفتح النفس ان انت تشربي فيها اصلا عن البلاستيك بيام. هنا بقى خلاص حطيت طبقة من اللي هي المكرونة. حطيت الاول شويه بشاميل في جعر، في جعر الصاج اللي هو الجارب كده. وبعد كده نزلت بنص كميه المكرونه، ونزلت رشيت برضو شويه بشاميل. وبعدها نزلت باللي هو الكبد والجوانص. وبعد كده رشيت اهو رشيت اللي هو البشاميل كمان، وهنزل بقى بشويه المكرونه الباقيين. وهنحط بقى بقيه البشاميل كله. عايزه اقول لكم ان لازم الكبده تكون فيها صوص كده، بص الصوص ده بخر بقى في المكرونه ويبقى طعمه خطير. والله لو عملتوا الكبد والجونز زي ما بقول لكم كده، بس لازم تكوني غسلاهم كويس ونقعهم في ليمون وكده، علشان ايه اي زفاره. تمسكهم تقطعيهم، وتيجي بقى ايه مطيباهم زي ما عملت معاكم الطريقه بالظبط كده، اعمليها وانت هتحبيها ان شاء الله. عايزه تحطي طماطميه حطي، بتزود لك الصوص كمان يعني. تمام. هنا بقى عندي شويه جبنه موزاريلا هحطهم، ان عندي الولاد بيحبوا الوش بتاع المكرونه لما بحط عليه جبنه موزاريلا. هنحط بقى شويه كده على وشها. وهناخدها بقى ايه نحطها في الفرن الغاز، لان كان عندي الانبوبه بتشطب. مش هتكملها طياب يعني، يا دوبك ان انا نسخن عليها وكده، ويا دوبك لو حمرت لي البطايه تبقى حلو. انا هاخد دي بقى احطها في الفرن الغاز. اول بقى ما تبتدي بتغلي كده بنوطي عليه، هي كل حاجه طيبه اصلا فيها يعني. وخلاص بقى ايه، هنعمل ايه تاني يا ربي؟ بس بقى خلاص ايه، احنا كده اصلا بنشطب يعني، هنطيب بقى المكرونه ونرجع ايه نوريها لكم كده. بصوا في ثانيه المكرونه كانت طابت. طلعتها وهنا كنت بوريها لكم. بصوا والله عايزه اقول لكم ان هي تحفه. هي عايزه بقى تطلعيها من الفرن كده وتغرفي على طول وتاكلي. انا بقى الولاد اتاخروا كده، جتني مغطياها في الفرن بتاع البوتاجاز وسبتها. لما جموا كده جتني مولعه بقى ايه محمره البطه. وبعد كده بقى ايه حمرت اللي هو سخنت بس المكرونه، لان انا كنت عاملاها بدري اصلا. ما كانت بردت بقى على ما جم كلوا كده. وهنا بقى كنت بوريكم المربى، مش عارفه هي ليه غامقه يعني المره دي، هي اكيد غامقه لان العنب لونه غمق كده. وانا ايه لما سبت يومين في السكر وكده حسيت ان هو اتكرمل، فاهمني يعني لونه بقى كافيه كده. انا بقى حمرت البطه، والمكرونه كمان كنت سخنتها في الفرن كده، والشوربه كنت مولعه عليها. ايه رايكم بقى في الفيديو بتاع النهارده؟ ايه رايكم في المكرونه؟ شكلها بصوا يفتح النفس كده. والبطه كمان والله بنحطها بقى تحت الشوايه كده بتاخد لون. لان البط ده اصلا بط اللي هو الفرنساوي ده بيبقى مدهن شويه، بتحطها تحت الشوايه بتحمر لوحدها من الدهون اللي فيها، بتيجي بتحمر لوحدها كده. وكمان بتخر بقى ايه شويه دهون كده لما نحمرها مثلا تحت الشوايه. هنا بقى ايه هنغرف كده واوريكم المكرونه. بصوا هي كانت اول ما طلعت كده كانت الجبنه بتمط فيها، وصراحه ما كانتش عملت خرط. انت لما بتسيبي المكرونه تبرد شويه كده بتخرطيها بتبقى خرط. بس انا عندي الولاد بيحبوا ياكلوها اول ما تطلع من الفرن كده، وتبقى يعني فيها صوص كده. الصوص بصوا سايح سايح فيها كده. ما شاء الله على طعمها وشكلها كمان يفتح النفس. بس خلاص بقى ايه هنحط هنتغدى بقى، وبعد كده نغسل المواعين. وبعدها بقى ايه هنمسك على ما المربى تكون بردت وكده، هناخدها بقى نحطها في العلب ونحطها ايه. هنحط منها علبتين في الفريزر، وعلبة ايه هنسحب منها على رف التلاجة. علشان يعني ايه هي برضو مش زي اللي هي على مواد حافظة وكده، ممكن تبوظ بسرعة يعني. بنيجي ماسكة بقى الكمية اللي انا استعملها وكده على رف التلاجة، والباقي ممكن نحطه في علب كده في الفريزر يعني. بص الولاد عم فاتحين التلفزيون والله كل شويه اقول لهم وطوا، ما فيش فايده. اول ما اقول لهم وطوا بعدها بشويه كده يعلوا التلفزيون. يلا بقى لو في دوشه او كده سامحوني. ان انا اصلا بصوا ساعات عمري ما بمنتج الفيديو ده غير ولادي مش موجودين في البيت. لما بيبقوا موجودين بقى بيبقوا مشغلين التلفزيون والصوت عالي، وزي ما انتوا عارفين يعني. بصوا هنا كده اوريكم المكرونه كانت خطيره والله، طعمها تحفه صراحه يعني. هنتغدى بقى منها النهارده، واللي يتبقى ايه نسخنه بكره يعني، يقضوا بقى اي حاجه تاني يوم يعني. شويه شوربه بقى مثلا بقيت المكرونه اجلي طبقين بطاطس كده، وهيعدي بقى تاني يوم وخلاص، مش هعمل اكل تاني يعني. بصوا ده بيعديني تاني يوم وخلاص. وهنا بقى مسكت المربى عبيتها في العلب اللي انتوا شايفينها دي.
وخلاص بقى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون ضيف خفيفة كده على قلبكم حبايبي. ربنا يا رب يسعدكم ويخلينا لبعض ونفضل كده مع بعض طول العمر. يلا بقى اشوفكم فيديو جديد في رعاية الله، مع السلامة.